بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. إن شاء الله تكونوا بخير والف خير. اليوم إن شاء الله عملت لكم وصفة خفيفة متاع الصيف. كيف ما تعرفوا الدنيا سخنت وتوا الصيف، يعني أي حاجة نطيبوها. واحد ما ينجمش ياكل، نطيبوا حاجات خفيفة. خذيت جنحين دجاج، نظفتهم بالكدا بالكدا في الخل والقارص، ونظفتهم نحيت لهم هكا الشعر متاعهم يعني الريش. وعندي بطاطا قصيتها وعملت روز أبيض مع أجنحة متاع الدجاج وقرينات فلفل مقليين وبطاطا. والصوص نخليها لكم انتوما تختاروا الصوص اللي تحبوا عليها. تابعوا معايا الوصفة وشوفوا ما شاء الله الله يبارك. نودكم ما نشهيكم مش حاجة بسيطة برشا برشا. وهذا مجنحينة بعد ما نظفتهم حطيتهم على البلاك متاعي، فوحتهم بالكليل والزعتر والزنجبيل والملح، وخليتهم يخرجوا أكز السفورية متاعهم ويقعدوا يطيبوا لي نص طياب. نص طياب وهما يطيبوا، من بعد نوريكم كيفاش. لنا عندي دي ساشيات متاع لوغي يطيبوا في الماء هكا، حطيتهم في الماء وحطيت ساشيات متاع 3 بيرسون. مع حميتو ويززي وسليطه خضرة ما شاء الله. وهذا الجنحين متاعنا نشوفهم كي حضروا البطاطا قصيدها وقرين فلفل ملحتهم وغسلتهم وحضرتهم. ومش نبداو نقليو ان شاء الله. اول ما نبداو باش نقريو قرنة الفلفل. نودكم وما نشهيكمش نقول لكم الريحة. فما شكون جا من تونس جاب لنا شوية فلفل يعني، وولد القمرة ريحتهم صدقوني بنينة بنينة تشرح سامحوني. بنينة ما شاء الله الله يبارك. شوفوا المنظر ما شاء الله يشهي. ولنا باش نقلي البطاطا متاعي قصيتها دي غونديل ونقلها لصغيرات مع اللوغي. تنجموا في بلاصة البوم دو تير تنجموا تعملوا لي كاروت، تنجموا تعملوا مع الروز لي بتي بوا الجلبانة. تنجموا يعني تتنوعوا. أني نعطيكم الفكرة وانتم تتنوعوا. شوفوا ما شاء الله ولا الدوغي الله يبارك تقلات. قلت لكم تنجموا مع لوغي تعملوا البيتي بوا الجلبانة، تعملوا لي كاروت قصها يعني مربعات، قصها طروف صغار وتجيكم ما شاء الله الله يبارك. هذه الكمية متاع البطاطا متاعي. نكمل نقليها ونتعداو إن شاء الله. شوفوا منظرها وكولرها ما شاء الله. نودكم وما نشهيكمش. والروز متاعنا هاوكا طاب وحضر. شوفوا أني قاعدة شد التليفون بيد ونحل في الساشيات بيد سامحوني. شوفوا الروز كل كعبة وحدها. انتم تستعملوا أي روز عندكم، تنجموا تستعملوا لسان عصفور، تنجموا تستعملوا تحطوا في بلاصتها حتى دي بات برغل كيف ما تحبوا. اللي متوفر عندكم تنجموا تتأقلموا وتصنفوا. أنا حبيت نحط الروز، انتم تبدلوا. كمل تقليد. كمل تقليد البطاطا والفلفل. ولنا توا باش نحط الدجاج اللي طيبته نص طياب مع الزنجبيل. نذكركم فلفل كحل كليل وزعتر، سامحوني زنجبيل كليل وزعتر وملح. وعلى فكرة يلزمكم النار متاع الغاز ولا لابلاكا متاعكم تكون متوسطة، ما تكونش قوية، باش الدجاج متاعنا يطيب يعني في راحته، مش يطيب من برا ومن داخل تلقاه مازال ني. ديجا اني طيبته نص طياب. ولنا بسم الله. خذيت الزبدة حطيتها في الروز. نجموا تحطوا زيت زيتونة، تنجموا تعملوا صوص على جنب انتوما واللي تحبوا، يعني الاختيار يرجع لكم انتوما. هاوكا شوفوا معايا اللجنحة متاع الدجاج هكا قريب الطيب ما شاء الله. بدا شكلها الدوغي يطلع. ونعاود لكم كيف صايي طاب. زدت في النار شوية مش برشا، يعني ما قويتش يعني اوفون، زدت جوست شوية باش يعطيني الشكل الدوغي. وهاوكا طابت بسم الله ما شاء الله الله يبارك. وراي تجيكم بنينة برشا. طيبت عدة وصفات في الفور ولنا قلت خليني نقليها. وفما وصفة أخرين تجيب لا شابلور وتجي يعني متنوعة بالعظم لا فاغين كل مرة كيفاش. هاوكا شوفوا نودكم وما نشهيكمش واحذر. أعشينا بسم الله. شوفوا ما شاء الله الله يبارك. الرز متاعنا الفلفل البطاطا
ولا جنحة مع سليطة خضرا، ولا كان عندكم سلطة مشوية، ولا تنجموا تكتفيوا بهذا وتنجموا نذكركم تعملوا لاصوص للوغي اللي تحبوا عليها انتوما، وتنجموا تخليوه ابيض نعمت له شويه زبده بس، تنجموا تعملوه بزيت زيتونه ويجيكم بنين ما شاء الله، الله يبارك. ان شاء الله تكون عجبتكم دبارة اليوم الخفيفه الظريفه ما شاء الله. وما تنسوش تعملوا جيم يصابوني وتبارطاجيو لحبابكم وصحابكم وتشجعوني وتحطوا لي الجيم سيرتو التعاليق. تحفونا يعني برشا برشا وباهيه كيفكم انتوما وكيف اخلاقكم ما شاء الله. وبارك الله فيكم، ونتلاقاو إن شاء الله في وصفة أخرى بسيطة وصيفية وما هيش مكلفة إن شاء الله.